قلعت الخمار ولبست فساتين ضيقة تستعرض بيها جسمها. البلوجر مريم مكاوي اتحولت 180 درجة، وبعد ما الجمهور كان بيقول عليها ملاك دلوقتي قلبوا عليها وهاتك يا انتقادات. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. في الساعات اللي فاتت انتشرت صور كتير للبلوجر مريم مكاوي إثارة للجدل، واللي ما يعرفش مريم فهي بنت صغيرة لسه في بداية حياتها. من فترة طويلة قررت تدخل مجال الموديلينج، وبداية ظهورها كانت بشعرها عادي، وصورها بدأت تنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير لأن ملامحها كانت مميزة جدا، وتعبيرات وشها كل اللي يشوفها يقول إنها شبه الملايكة. الناس نصحت مريم إنها تخبي جمالها، وقالوا لها إنه الأحسن تتحجب وتكون موديل للحجاب وبس. مريم سمعت النصيحة ولبست الخمار كمان، مش بس حجاب، لكن على الرغم من كده واجهت انتقادات كتيرة قوي إنها متصنعة وبتعمل حركات غريبة بوشها علشان تبان كيوت ورقيقة. والموضوع اتقلب على مريم تماما، واللي غابت فترة بعد الانتقادات دي ورجعت من تاني بشكل مختلف تماما، ونشرت صور لفة فيه الحجاب سبانيش ولابسة فستان ضيق محدد كل ملامح جسمها، وعاملة بيه سيشن جديد، وتخلت عن الخمار واللبس الواسع وكأن شيئا لم يكن، وكأنها كانت واخدة الموضوع ده ترند مش أكتر. ومش بس كده، دي كمان منزلة ليها صور بشعرها، والناس لما سألتها فين الحجاب ترد تقول لهم أنا موديل وده شغلي. وأي انتقادات بتيجي لمريم على لبسها أو شكلها بتسميها تنمر، وبتشوف إنه الناس بتهاجمها لمجرد إنها ناجحة، وإنه محدش هيحصل له كده غير لو بيعمل حاجة الناس مش عارفة تعملها أو توصل لها. الناس اتقسمت لرأيين في صور مريم، جزء مصمم على انتقادها وشايف إنها فعلا بتتصنع، واللي بتعمله ده علشان تتصدر الترند والناس تتكلم عليها، خاصة يعني إنه مفيش إنسان وشه أو تعبيراته بتبقى كده طول الوقت، وهي عايزة الناس تقول عليها إنه ملامحها بريئة وشكلها كيوت، فبتلجأ للموضوع ده. وناس تانية شايفة إن اللي مريم بتعمله لا غلط ولا حرام، هي حرة تلبس أو تقلع الحجاب، وشغلها هو اللي يتحكم فيها مش الناس، وإنه حتى لو هي بتعمل حركات بوشها تبينها بريئة فهي حرة وملامحها مساعداها على ده، فإيه المشكلة لما تعمل كده؟ دلوقتي جه دوركم تشاركونا الرأي، شايفين فعلا مريم مكاوي متصنعة ولا دي تعبيرات وشها الحقيقية؟ وهل اللي عملته في الحجاب ده صح؟